أهلا وسهلا بيكم أعزائي مشاهدين ومتابعين قناتنا اليوم. النهاردة معادنا مع فيديو جديد، وتنيح البابا فرانسيس رمز السلام، رجل السلام، وزي ما الناس كانت بتقول عليه هو حمامة السلام في هذا العالم الذي ليس به أي سلام. كان رجلا للسلام زي ما قال الكتاب بالظبط، كان يصنع السلام في كل مكان يدخله، وأي أرض يضع عليها قدميه يملأها بالحب والسلام. جه مصر ملأ البلد سلام، وحتى اتكلم باللغة العربية وقال الدين لله والوطن للجميع، قالها كده بالعربي وسط كل الناس الحضور، وسط حضور الرئيس السيسي. كان رجلا يعني قليل قوي لما نلاقي زيه تاني، قليل جدا. رجل ما يهموش اي حاجة في الدنيا غير بس ان هو يشوف الناس عايشة في سلام وفي هدوء وفي محبة وفي تآخي وفي راحة. انما في ناس تانية عايزة العالم كله مليان حروب، مليان تعب، مليان شقة، مليان مشاكل، مليان بغض وكراهية. في ناس كده وناس كده. البابا فرانسيس طبعا زي ما انتوا عارفين هو تعبان من فترة كبيرة، ودخل المستشفى وتعب، وبعد كده اتحسن وخرج للناس يسلم عليهم، وكان دي نظرة الوداع. يعني جايز ربنا دبر ان هو يخرج يسلم على الناس لان هو خلاص هينتقل، فربنا كان عايز الناس اللي بتحبه تشوفه علشان يعرفوا ان الراجل ده خلاص هينتقل قريب جدا. وبعد ما انتقل هذا الراجل صاحب السلام وصانع السلام البابا فرانسيس، ناس كتير جدا 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 حزنت عليه كتير قوي. الناس بقت حزينة على موت البابا فرانسيس، وناس زعلت، والدول كلها أنعت البابا فرانسيس، ورؤساء الدول والأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية ورؤساء كبيرة وملوك، كل العالم كان عارف قيمة هذا الرجل العظيم. كانوا عارفين ان هو فعلا حقيقة رجل يعني قليل قوي لما يجي واحد زيه تاني. شفتوا مدى محبة البابا فرانسيس كبيرة جدا، محدش يختلف عليه إلا الشيطان. والشيطان لا أقصد بيه إبليس أبدا، لكن أقصد بيه أولاد إبليس، الشياطين الصغار المتمثلين في أشكال معاذ عليان. دول شياطين في زي بني أدمين. هو شيطان مهندم نفسه، لابس تيشيرت وبنطلون وكوتش. هو شيطان ولكن بيتكلم بلغة البني أدمين، بيتصرف تصرفات البني أدمين ولكن بطريقة شيطانية. بمعنى إيه؟ الناس كلها حزينة، الناس كلها زعلانة، الناس كلها بتقول ربنا ينيح نفسه، ربنا يرحمه، الناس كلها بتقول حزن عليه. يعني الناس كلها بتقول ذهب السلام مع انتقال هذا الرجل. الناس كلها بتقول يا ريت كان عاش شوية كمان، لعل كان ساب شوية سلام في العالم، كان جال ويقول يصنع السلام. كنا مستنيين ان هو يلف كمان لفتين، لعل ربنا يرفع غضبه عن العالم بسبب السلام اللي هو بيصنعه في كل العالم. ومعاذ عليان بيقول ايه بقى؟ شفتوا الناس بتقول ايه عليه؟ معاذ عليان يقول ايه؟ هلك البابا فرانسيس، هلك، راح بقى خلاص مطرح ما راح، الجحيم مستني وسط صيحات الله اكبر. هلك الراجل خلاص. طيب البابا فرانسيس لما يهلك ممكن اسأل سؤال، مين يدخل السماء؟ معاذ عليان؟ يعني ممكن تفكروا معايا كده لمدة 10 ثواني. لما البابا فرانسيس يدخل الجحيم مين يدخل السماء؟ معاذ عليان يدخل السماء هو وأعوانه وأتباعه. انتوا عارفين الكارثة في ايه؟ ليست في ان واحد بيهين شخص تاني او بيشمت في موته، انما في ان هو بيخلي ناس كتير جدا تتبع فكره وتقتنع بآرائه وبشمته.
طب ايه الدليل على كده؟ الكومنتات اللي بتبقى مكتوب على البوستات اللي هو بينزلها اللي فيها شماتة، اكتر من 3-4 آلاف كومنت، كلهم مش كومنتات انما كلمات تطرف، بس مش اكتر من كده، كلمات تطرف. طب هل انت مش شايف ان انت مسبب عثرة لناس كتير قوي؟ ويل لمن تأتي من قبلهم العثرات. عمرو أديب شاف الموضوع ده واتكلم عليه ونعى البابا فرانسيس وقال عنه كلام كتير جدا، وقال ان هو كان فعلا راجل سلام من الطراز الاول، وان هو شافه لما جه مصر وكان تعامله معاه راقي جدا. نزل بوست وقال البابا اللي مات ده كان بيعمل حاجة عظيمة كل يوم في السنة ونص اللي فاتت، بيكلم كنيسة غزة يطمن على أحوال الناس ويعرف عندهم أكل وشرب والحالة الصحية وأخبار المكان كله. كان رافض يسكن في شقة ضخمة وطلب إن هو يقعد في حتة جنب المكان اللي بيصلي فيه، حتة بسيطة كده. كان بابا الفقراء والمساكين، وعلى فكرة كمان كان بيحب مصر جدا. ده كلام عمرو أديب عن البابا. ويرجع عمرو أديب تاني يتكلم عن معاذ عليان ويقول له واحد زيك ما يستاهلش يبوس التراب اللي كان بيخرج من الجزمة بتاعة البابا فرانسيس. مش هقول لك ما تستاهلش التراب، ما تستاهلش تبوس التراب، ما تستاهلش تلمس جزمة هذا الرجل، ولا حتى رباطها، ولا حتى تفك له الرباط، ولا تربط له رباط جزمته. ما تستاهلش اي حاجة، لان الناس دي وواحد زي ده مفيش واحد زيك انت، يعني ما يجيش واحد زيك انت اللي يقرب منه. ده انت لو قربت منه تقلل من قيمته. يعني تخيل ان واحد زي ده يقف معاك انت قللت قيمته. انا عايز اقول حاجة، الناس اللي على امثال معاذ عليان دي لازم تختفي من الحياة. كفاية جهل، كفاية تطرف، كفاية. انتوا شفتوا مسيحيين بتعمل كده؟ في مسيحيين بيعملوا كده؟ في مسيحيين بيشمتوا في موت المسلمين؟ في مسيحيين بيطلعوا في البرامج. انا ما بتكلمش على الناس اللي الكنيسة شلحاها، هتقول لي اصل زكريا بطرس، وهتقول لي اصل معرفش مين. الكنيسة شلحة الناس دي، الكنيسة بعد الناس دي عنها. لكن ناس كتير جدا 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 كل يوم بيشتموا المسيحيين محدش بيتكلم معهم وعادي. امثال معاذ عليان ده، هو معاذ عليان ده مش وراه كام ألف واحد عمالين يتكلموا على السوشيال ميديا وبيعلقوا على البوستات بتاعته والحاجات دي؟ ناس كتير جدا بتعمل كده. طب فين محاسبته؟ مفيش. يعني هو كان اتحاسب وقت ما شمت في نياحة الأنبا بخوميوس؟ ما حصلش، ما حدش اتكلم معاه في حاجة. عايز اقول ان هذا الشخص الشيطاني معاذ عليان يجب محاسبته في أسرع وقت، عشان يكون عبرة لكل واحد يفكر ان هو يعكر النسيج الوطني لهذه البلد العظيمة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة.